السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة شخصيات تاريخية بعنوان الصحابة عليهم السلام المبشرين بالجنة. نظرا إذا تطرقنا لشخصية واحدة فلن يتجاوز المقطع دقيقة على الأقل، لذلك لا تنسوا اللايك والمتابعة هذه قنواتي على مواقع التواصل الاجتماعي. ويلا نبدأ. أولا، الصحابي أبو بكر الصديق، اسمه عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي. ينسب أبو بكر إلى تيم قريش، حيث يقال التيمي. كان أبو بكر أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال، ودخل الإسلام فور أن علم من الرسول صلى الله عليه وسلم بنزول الوحي عليه، وكأنه كان على موعد مع الإسلام. ولقب بالصديق لأنه صدق الرسول وآمن به. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وقد كان أحب الناس إلى قلبه عليه أفضل الصلاة والسلام، وليس أفضل من ذلك منزلة وشرف. وقد اختاروا المسلمون خليفة لهم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ليكون بذلك أول خلفاء المسلمين، وعمل على إدارة الدولة الإسلامية والجيش. وفي بداية عهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه ارتدت بعض القبائل عن الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأرسل الجيوش لمحاربتها فيما يسمى بحروب الردة، حتى خضعت الجزيرة العربية مرة أخرى وأذعنت للدين الإسلامي. وظل أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالخلافة 2 و4 أشهر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل وفاته عهد بالخلافة إلى عمرو بن الخطاب رضي الله عنه. توفي أبو بكر سنة 13 هجرة، ودفن بالمسجد النبوي في المدينة المنورة إلى جانب الرسول صلى الله عليه وسلم وعمر الخطاب رضي الله عنه. الصحابي عمر بن الخطاب هو أبو حفص عمر بن الخطاب العدوي القريشي، هو ثاني الخلفاء الراشدين، ولقد لقبه النبي بالفاروق لأنه فرق بين الحق والباطل، وهو أول من لقب بأمير المؤمنين، لم يقع الالتباس بين لقبه ولقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولقد دعا الرسول الكريم ربه قائلا: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. وكان يقصد عليه أفضل الصلاة والسلام عمر بن الخطاب وعمرو بن هاشم أبو جهل. فأسلم بعدها عمر بن الخطاب، أعز الله به الإسلام، فقد كان إسلامه معزا للمسلمين، حيث كان المسلمون في اختفاء حتى أعلن عمر بن الخطاب إسلامه. بلغ الإسلام في عهده مبلغا عظيما، حيث اتسع نطاق الدولة الإسلامية ليشمل كل من العراق والقدس ومصر وليبيا والشام وفارس وخراسان وشرق الأناضول وجنوب أرمينيا وسجستان. وبهذا استوعبت الدولة الإسلامية كامل أراضي الإمبراطورية الفارسية الساسانية وحوالي ثلثي أراضي الإمبراطورية البيزنطية. فعمر بن الخطاب وما اتخذ من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم أساسا وبداية لتقويم الهجري. دفن في المسجد النبوي في المدينة المنورة إلى جانب الرسول صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق. عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس من السابقين الأوائل للإسلام، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وثالث الخلفاء الراشدين. يكنى بذي النورين لأنه تزوج بنتين من بنات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهما رقية وأم كلثوم. كان عثمان بن عفان رضي الله عنه أول من هاجر إلى الحبشة، ثم هاجر الهجرة الثانية إلى المدينة المنورة، وبايعه المسلمون بالخلافة بعد وفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واستمرت خلافته لمدة 12 عاما. كان عثمان بن عفان كريما سخيا معطاء ومحبوبا بين المسلمين،
كان ينفق ماله في سبيل الله. قد جهز جيش العسرة في غزوة تبوك، واشترى بئر روما وجعلها وقفا للمسلمين، كما أنه قام بجمع القرآن الكريم، وقام بتوسعة المسجد النبوي والمسجد الحرام، وأنشأ أول أسطول بحري للمسلمين، وفتح العديد من البلدان مثل أرمينيا وقبرص وخراسان وكرمان وسجستان وأجزاء من إفريقيا. دارت فتنة في النصف الثاني من خلافته، واقتحم بيته جماعة متطرفة قتلوه وهو صائم وبيده مصحف يقرأ منه، ودفن بالبقيع بالمدينة المنورة في السنة 35 من الهجرة. علي بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي أبو الحسن القريشي، ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، أول من أسلم من الصبيان، ورابع الخلفاء الراشدين، وزوج ابنة رسول الله فاطمة، وأبو الحسن والحسين. بايعوا المسلمون بالخلافة سنة 35 للهجرة بعد استشهاد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه. أحدث مقتل عثمان بن عفان فتنة بين المسلمين، مما أدى إلى بعض المعارك في عهد علي، منها موقعة الجمل وموقعة صفين، وانشق عنهم جماعة عرفوا بالخوارج، وهو خارج لأداء صلاة الفجر ضربه عبد الرحمن بن ملجم، ما أدى إلى استشهاده. الزبير بن عوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب ابن صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد أوائل المسلمين، وزوج أسماء بنت أبي بكر، والملقبة بالذات النطاقين. لقبه حواري رسول الله، لأنه النبي رضي الله عنه قال: إن لكل نبي حواريا، وحواري الزبين، وأول من سل سيفا في الإسلام، وهو أحد الستة الذين اختارهم عمر بن الخطاب ليتم اختيار الخليفة من بينهم. شارك في جميع الغزوات في حياة النبي، كما شارك في فتح مصر بعد مقتل الخليفة عثمان بن عفان. خرج إلى البصرة يطالب بالقصاص ممن قتل عثمان، ولكن عمر بن جرموس قتله في موقعة الجمال. طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد القريشي التيمي، من السابقين الأوائل في دخول الإسلام، وهو أحد الستة الذين سماهم عمر بن الخطاب يتم اختيار الخليفة من بينهم. شارك في جميع الغزوات في حياة النبي ما عدا غزوة بدر، لأنه كان وقتها بالشام، وأبلى بلاء حسنا يوم أحد، فقد جعل من جسده درعا يحمي به الرسول، وتلقى السهام والطعنات فداء له. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسن صحبته، وروى عن النبي عدة أحاديث. كان أول من استشهد في معركة الجمل، حيث أصابه سهم رماه مروان بن الحكم، فظل طلحة ينزف حتى مات، وكان ذلك في سنة 36 من الهجرة النبوية. عبد الرحمن بن عوف بن عبد بن الحارث بن صهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي أبو محمد القرشي، كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو، وقيل عبد الكعبة، لكن النبي سماه عبد الرحمن. كان من الستة الذين سماهم عمر بن الخطاب ليتم اختيار الخليفة من بينهم، ولكنه عزل نفسه من هذا الأمر وقت الشورى، وعمل على توحيد رؤى المسلمين لاختيار خليفة لعمر بن الخطاب من الستة الذين حددهم عمر قبل وفاته. كان عبد الرحمن بن عوف كريما سخيا، ينفق ماله في سبيل الله ونصرة الإسلام. شارك في جميع الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسله الرسول على رأس سرية إلى دومة الجندل. كان عبد الرحمن بن عوف صاحب مال وخلق وعلم، وقد كان يستشيره الصحابة يأخذون برأيه، وكان يفتيهم بما عرفه وتعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوفي رضي الله عنه سنة 32 من الهجرة. سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن قرد بن رزاع بن عدي بن كعب بن لؤي بن خالد أبو الآور القريشي العدوي. يعد سعيد أحد السابقين الأولين للإسلام،
لم يكن من الستة الذين حددهم عمر ليتم اختيار رسول للخلافة، ليس لأنه أقل منه في الرتبة أو المنزلة، ولكن لا يبقى لسعيد بن زيد فيها شائبة حظ، حيث أن سعيدا كان ابن عم عمر بن الخطاب وزوج أخته فاطمة بن الخطاب التي كانت سببا في إسلام عمر، كما كانت أخت سعيد بن زيد وهي عاتكة بن زيد وزوجة عمر. شهد سعيد بن زيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد إلا غزوة بدر، لأنه كان هو وطلحة في الشام، وله أبو عبيدة بن الجراح على دمشق. ومات سعيد بن زيد سنة 51 من الهجرة بالعقيق. سعد بن أبي الوقاص. سعد بن أبي وقاص الزهري وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مر بن كعب بن لؤي الأمير أبو إسحاق القريشي الزهري المكي، أحد السابقين الأولين للإسلام. كان سعد بن أبي الوقاص من أخوال الرسول الكريم، كما كان من رماة المسلمين الماهرين، فهو أول من رمى سهما في سبيل الله، شاهدهم عليه أفضل الصلاة والسلام المشاهد جميعها، وكان أول ولاة الكوفة، وعلى يده فتحت بلاد فارس والقادسية. كان سعد بن أبي وقاص ممن التزم بيته وقت الفتنة التي حدثت إثر مقتل عثمان بن عفان. توفي سعد سنة 55 من الهجرة الشريفة، ودفن بالبقيع. أخيرا وليس آخرا، أبو عبيدة بن الجراح. أبو عبيدة بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن الفهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نصار بن معد بن عدنان القريشي. لقبه الرسول صلى الله عليه وسلم بأمين الأمة، فقال: إن لكل أمة أمينة، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الغزوات كلها، عينه أبو بكر ل3 قادة آخرين لفتح بلاد الشام، وبالفعل نجح أبو عبيدة في أن يفتح دمشق ومدن وقرى أخرى في الشام. توفي أبو عبيدة بالطاعون في الأردن ودفن فيها. نشكركم أعزائي المتابعين على المشاهدة، وإلى اللقاء.